الرحمن الرحيم. أمارة الرزيقات ولاية جنوب دارفور 16/6/2023. بيان هام. قال تعالى: من المؤمنين رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. جماهير شعبنا الأوفياء، تعلمون جميعا إن بلادنا تمر بفترة عصيبة جراء الصراع الدائر بين الحق والباطل، بين قوات الدعم السريع البازلة وقوات فلول النظام البائد التي راح ضحيتها نفر كريم من أبناء شعبنا الأبي، وأيضا خلفت جراءها نزوح وتشريد الملايين من منازلهم الآمنة وتدمير وخراب للمؤسسات والمرافق العامة. جماهير شعبنا الأوفياء، أولا ندين بأشد العبارات سلوك الفلول التي امتطت القوات المسلحة وزجت بها في حرب للحيلولة دون التحول المدني الديمقراطي وإجهاض ثورة ديسمبر المجيدة. جماهير شعبنا الأوفياء، نعلن وقوفنا ودعمنا الكامل لقوات الدعم السريع الباسلة في حربها ضد فلول النظام البائد، كما ندين ونستنكر التصفيات العرقية لأبناء الهامش من قبل الفلول، ونرحب أيما ترحيب بالمبادرة الأمريكية السعودية لوقف الحرب والاقتتال. جماهيرنا الأوفياء، نؤكد إدانتنا ورفضنا للقصف العشوائي على المدنيين العزل للطيران الذي دمر المرافق الحيوية والمستشفيات والمصانع. حفظ الله الشعب السوداني، والمجد والخلود للشهداء وعاجل الشفاء للجرحى. علي حسين ضو النور، أمير أمارة الرزيقات، ولاية جنوب دارفور، نيالا.